يخرج السفياني من الأرض اليابسة، من الوادي اليابس، حددته الروايات الوادي اليابس اللي هي الشام، فلسطين، تلك المنطقة هاي يسمونها الوادي اليابس. يخرج من الشام. من هو السفياني؟ أهل البيت حتى أنت لا يشتبه عليك، الظلمة هواي. من هو السفياني؟ السفياني هو أموي، حتى إن الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام مرة تقول ابن آكلة الأكباد. من هو السفياني؟ السفياني هو أموي. روايات أمير المؤمنين في الفتن يقول: كيف بكم إذا خرج ابن آكلة الأكباد؟ ابن هند ابن معاوية يزيدي، معاوي من معاوية، هذا واحد. منطقته من يخرج من الشام. شنو صفات شكله؟ شكله أقبح الأشكال، قبيح الشكل، حتى أصابه قبل خروجه صايبة جدري على وجهه تقشر، ثم بعدها من يخرج مبين. بل الإمام يصفه الإمام الصادق في الرواية يقول: إذا رأيته فقد رأيت أخبث الناس. أخبث الناس شكلا وعملا. هذا السفياني. وين يخرج بالشام. من يخرج بالشام يسيطر على 5 دول، 5 مناطق مجاورة، فلسطين وسوريا والأردن، 5 مناطق يسيطر عليها. ايش قد مدة وجوده؟ مدة وجوده الروايات مختلفة، مرة تقول 6 أشهر، مرة تقول 8، مرة تقول 9، مرة تقول 15. زين سيدي شنو ذا اللي تعارض بين؟ قال لا مو تعارض، يستتب له الحكم 9 أشهر. أول ما يخرج قتال، هسه راح أقول لك شيء قاتل. أول ما يخرج قتال، من بعد هذا القتال ويسيطر عليها 9 أشهر يستتب له الحكم. شلون نميزه سيدي إذا ظهر؟ احنا شو نسوي؟ أهل البيت ما عافونا جزاء، شو نقول جزاهم الله خير؟ لا، هم أرفق منا. شوف يقول: إذا ظهر أول شهرين يقتل الناس ولا شغل لكم بهم. ما له شغل بيكم انتم الشيعة، ما له شغل بيكم. الظاهر راح تواجهه دول، الظاهر راح، طبعا هو شنو؟ يخرج وفي عنقه الصليب، يعني عنده شعار مو اسلامي. اذا خرج اول شهرين يخرج بهم ما يقاتل الشيعة. الظاهر ما ادري، الانبار، سوريا، الاردن، فلسطين، تلك الفرق اللي تسمى نفسها بالاسلام تقاتله. يقول ما له شغل بيكم انتم، اذا ظهر بذن الشهرين يقاتل، انه انتم خذوا حذركم وراهم. شو نسوي سيدي؟ قال: انتم بالنسبه للنساء والاطفال ما له علاقه بهم، إلى علاقه بالرجال. سيد احنا وين نتوجه؟ قال: اذهبوا الى مكه، لان اليماني راح يذهب الى مكه اصحابه، او اعتزلوا المدن. لان هو دائما، شوف انتم الاحتلال وين يجي الاحتلال دائما للمدن، ما يجي للارياف واقاصي البلاد والاهوار والصحاري. انتم اعتزلوا. اذا انتم اعتزلتوا امنتم على انفسكم. اذا ظهر يسيطر على اليمن، يسيطر على الكوفه، يسيطر على البصره، يسيطر على ايران، جهه من ايران، قسم كبير يسيطر عليها. اذا وصل هناك واذا استتب بالكوفه، يسمع بان الامام عين جماعه، عين واحد على المدينه، لان الامام له ظهور. شو يسوي؟ يبعث بجيش. وين يبعث؟ يبعث بجيشين، جيش الى المدينه وجيش الى ايران. بهذه الاثناء احنا ايش قلنا ظهور الخرساني وظهور اليماني بنفس السنه وبنفس الشهر وبنفس اليوم ولا؟ الخرساني وين؟ خرساني، يلا هاي راح ندخل العلامه بالعلامه. الخرساني سيد حسيني يخرج من مناطق ايران تعم حتى روسيا، ايران ما نقصد بها ايران بحد. يخرج السيد ويا جيش اسمه الامام سماه، قال: لنا كنوز بطالقان، ليس من ذهب ولا فضة، وإنما رجال لو حملوا على الجبال لأزالوها. هذا الجيش الخرساني عليه قائد اسمه شعيب بن صالح. يجون يتوجهون يردون من؟ يردون جيش السفياني اللي بإيران، يردوه يقتلوهم ويهزموهم، ويحرروا البصرة من جيش السفياني.
ولكن السفياني مودي جيش ثاني. وين مودي؟ مودي إلى المدينة. إذا دخل المدينة الروايات تقول يستبيحها 3 ليالي. يستبيح المدينة، يستبيحها أزيد من واقعة الحرة، تحمل 1000 مرأة من غير زوج. خبيث أخبث إنسان سفيان. وإذا وصل هناك قتل سيد من ولد رسول الله اسمه محمد وأخته فاطمة، ويصلبهم عراة على باب المسجد. هذا فعله، غير ما يفعله بالكوفة. إذا دخل بالكوفة يقول من يأتيني برجل اسمه علي أو فاطمة أو حسين أو خديجة له كذا من، فيذبح بالرجال والنساء بالكوفة. إذا وصل للمدينة واستقر بالمدينة وأباح المدينة 3 أيام، هاي تصادف يا أيام الصادف لو 6 محرم، واستبعدوها العلماء، يقول ما تصير 6 محرم، 7 محرم، يقول 8 محرم على ليلة 9. يكمل استباحة المدينة ويصلب الرجل والمرأة من ولد رسول الله. شو يسوي؟ يوجه بجيش نحو مكة، لأن يسمع بأن الإمام وين؟ لأن هو الإمام سلام الله عليه له ظهوران. الظهور الأول لما ينادي المنادي وسأبينه بالصيحة في رمضان، ولكن بعد رمضان الإمام يغيب. هو ظهر بس يغيب مو غيبة كبرى، لا، هذا يسمونه الظهور الأصغر. ننتظر يوم 10 محرم اللي يصير بالظهور الأكبر. 10 بعد يوم 9 محرم من يوجه الجيش إلى مكة. هنا الله عز وجل طبعا ايش قد الجيش عدده اللي يودي 60,000، يودي 60,000 إلى مكة. شنو مهمته؟ مهمته واحدة، يهدم الكعبة ويقاتل ولي الله صاحب الزمان. الله عز وجل ها هنا يأمر جبرائيل، يا جبرائيل انزل فيهم، فإذا نزل ضرب بجناحه الأرض. بعد آبار علي يتجاوز المدينة يريد يوصل لمكة، الله يرزقكم الحج، من راح للحج؟ واصل آبار علي. بعد آبار علي مباشرة يضرب جبرائيل الأرض فيخسف بهم، فلا يبقى إلا 2 من جيشه. 60 من الألوية، يعني 60 راية، 60 سرية، 60,000. من يضرب كلها تصير وين؟ تحت الأرض. يبقى منو؟ يبقى 2، واحد مبشر وواحد نذير. المبشر بس 2 ينقضون، ما واحد يروح للإمام يقول له هكذا صار بجيشنا، وواحد يرجع إلى السفياني اللي هو نذير، ينذر وين يرجع إلى السفياني بالكوفة وهو مستتب في الكوفة. زين، من يوصل هناك ويبلغ الإمام يخلي واحد من السادة اسمه السيد محمد ابن الحسن النفس الزكية. سيد هذا آخر من يقتل، والإمام والله عز وجل يغضب لأجله. هذا آخر من يقتل. الإمام وين يخليه على مكة، يقول له أنت هاي رسالة تروح تبلغ بيها أهل مكة. إذا دخل مكة يدخل يوم الجمعة، بعد صلاة الجمعة يقرأ رسالة الإمام محمد بن الحسن النفس الزكية. لماذا سمي النفس الزكية علماءنا؟ يقول لأنه لا يوجد عنده معصية واحدة، نفس زكية، هذا ما عنده ذنب، ما عنده ذنب. المظلومية اللي ينظلم بها الله يثور لها. فيصل إلى مكة يوم الجمعة، بعد الجمعة يقرأ رسالة الإمام: أنا رسول الله إليكم من قبل الإمام صاحب العصر والزمان أدعوكم لنصرته. يقول: فيقومون من صلاتهم فيذبحونه ذبحا، يذبحون محمد النفس الزكي.